الله يعينكم كيف عايشين. نحن ما عنا هيك. لا بس هي أقوال شهيرة لمغترب سوري رجع من يومين على البلد وبلش يأستز وينظر علينا والله يعينكم كيف عايشين وإلى آخره. انتوا بتقعدوا بلا كهرباء 3 ساعات، نحن عنا ما بترف عنا. لساتكم على المروحة، نحن عنا ما منقوم من تحت الاي سي. والقائل بتلاقيه مغترب من 10 سنين مقضي 9 سنين منهم ونص على الببجي والنص البقيان عم ينظر فيهم علينا على الفيسبوك والتيك توك. مثلا بيكتب لك على الفيسبوك ايه اكيد انا مع منع لبس الشورت للشباب بالشارع، عيب، شو وين قاعدين في ادبيات بمجتمعنا. هو بتلاقيه عم يكتب هذا البوست ومتشاطح على شي شط باوروبا. بتقول له كيف شغلك؟ بقول لك منيح بس والله اسواق البورصه والاستثمار شوي متعبه. وهو اذا بيوقف الجوب سنتر بيسوح بالشوارع صاحبنا ابو عنتر. طبعا احنا ما عم نشمل في كثير مغتربين الظروف الصعبه جبرتهم انه يغتربوا ويتركوا اهلهم ورفعوا راسنا بكل دوله كانوا فيها بعلمهم وشغلهم. ولكن البعض، نحن اليوم عم نحس انه صرنا بالنسبه لهم محتوى على السوشيال ميديا فقط. يلي ضل بالبلد اليوم هو ابن البلد الطيب، ابن البلد يلي مرت عليه ازمه وخيبات 14 سنه، ابن البلد يلي بكتير مطارح حس بالغربه هو قاعد ببلده، وهي لسه اصعب بكتير من غربتك.